السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لكم أكتر فيديو طلب مني اللي هو إزاي تعمل CV بطريقة صحيحة 100% ويعدي من ال ATS. الحقيقة هما مش طريقة واحدة، هما طريقتين. هشرح لكم الطريقتين، كل طريقة في فيديو، ودي الطريقة الأولى. يلا بينا نعرف إزاي نعمل CV. أول حاجة هنفتح موقع اللي هو كانفا، وبالمناسبة الموقع ده هيفتح معاك سواء على الجهاز أو على التليفون، يعني تقدر تعمل الCV بتاعك من الجهاز أو التليفون، ودي بالنسبة لي الطريقة الأسهل والأسرع. هندخل على الموقع، هسيب لكم طبعا الرابط بتاع الموقع تحت الفيديو. هدخل على السيرش، اكتب CV. تمام. هدخل على التمبلت اللي هتظهر لي تمبلت كتير، في منها اللي فيها ألوان، اللي فيها صور. أنا مش بفضل كل التمبلت دي، أنا عايزة حاجة هادية وبسيطة جدا وتوضح البيانات بتاعتي. أنا بفضل النوع ده مثلا. تمام. الموقع ده مش بيجيب لك كل السيفيهات تبقى فور فري، لا هو بيجيب لك سيفيهات تبقى فور فري، في حاجات بتبقى مدفوعة. ده مثلا مدفوع، لو نزلت تحت شوية هيجيب لي حاجات شبهه بس فور فري. زي ايه؟ زي ده، وزي الCV ده، وزي ده. تمام. انا بالنسبة لي ده كويس جدا، ده كويس جدا. انا الCV بتاعي اللي انا قدمت فيه في معظم الوظايف واتقبل، كان شبه ده بالظبط. هيفتح معايا الصفحة كده. هكبرها شوية. هو مجهز لي كل حاجة، أنا ما عليا إلا إني هعدل على الانفورميشن الموجودة، المعلومات الموجودة. أول حاجة من فوق الاسم. تمام. هحط اسمي، يبقى بالبونت العريض كده اسم. أنا هحط مثلا اسم وليكن اسماء يوسف محمد. هنكتفي باسمي ثلاثي. هنزل تحت شوية. أنا بفضل إن العنوان يبقى الأول، وبعدين ثانية بس هنشيل دي، أنا مش محتاجاها. هرفع الاسم شوية. وهنزل الميل تحت. أهم 3 حاجات بتبقى تحت الاسم: العنوان والرقم والميل. دول أهم 3 حاجات. هنكتب تحت الاسم على طول العنوان بتاعي، البلد، المحافظة، والمركز. ثم هكتب تحتها رقم تليفوني، وأتأكد إن رقم التليفون صحيح 100%، وإن الرقم ده شغال معايا. تحت بقى هحط الميل بتاعي، ولازم لازم لازم الميل يبقى فورمال، يبقى اسمك وجنبه أرقام. مثلا أنا اسمي أسماء يوسف مثلا 525. أي حاجة بس يبقى الاسم بتاعك والحقيقي، ويبقى الميل بتاعك فورمال. يعني ما ينفعش مثلا نحط الميلات اللي هي بتبقى مكتوب فيها مثلا الملاك دوت كوم، آه، الجميلة. كل الأسماء المستعارة دي غير مستحبة، وبتدي انطباع للي هو بيشوف الCV بتاعك إن أنت شخص يعني مش بروفيشنال خالص. تمام. احنا كده خلصنا من السكشن ده: اسمي، عنواني، رقم التليفون، والميل. هنزل تحت شوية، تحتها شوية اللي هي السمري. السمري دي ايه باختصار؟ باختصار انت مين، بس في 3 أسطر. انت مين في 3 أسطر، وهديك مثال ازاي تكتبها. انا مثلا اسماء فريش جراد لسه متخرجة. هكتب ايه وانا بدور على وظيفة؟ ايه بقى الوظيفة اللي انا بدور عليها؟ كاستمر سيرفيس او سيلز. فانا هكتب فريش جراد seeking for الوظيفة اللي انا بدور عليها، سواء كاستمر سيرفيس سيلز. وهكتب له حاجتين 3 من اللي عندي. انا عندي اصلا انا شاطر، اصلا انا واحد كنت بشارك في student activity، اصلا انا عندي سكيلز كويسة، بعرف انيجوشيش، عندي مهارة النيجوشيشن، بعرف اتفاوض. أه هكتب له كام حاجة بقى حلوة كده عن نفسي.
في هيئة 3 أسطر، ويقدر يساعدك فيها أكتر ChatGPT. يعني ChatGPT لو أنت اديته المعلومات الهند بسيط عنك كده هيطلع لك result تحفة. تمام، وتقول له في حدود 3 أسطر تكتبهم، سواء هتكتبهم من نفسك أو سواء هتكتبهم على ChatGPT، تاخدهم copy paste وتكتبهم كده. احنا خلصنا من السمري. هننزل تحت شوية. الwork experience، أهم حاجة فيها هنا التايتل. أنت كنت شغال إيه في الشركة اسم الشركة إيه. تمام، فأنا هكتب هنا مثلا أنا كنت شغالة مثلا customer service أو sales. هكتب sales مثلا، كنت شغالة sales. تمام، ثانية بس اكتب أول حرف بس كابيتال. تمام، هنكتب مثلا sales في اسم الشركة اللي أنا كنت فيها أيا كان، فودافون مثلا، اتصالات، أي حاجة. هكتب هنا تاريخ الشهر اللي أنا بدأت فيه والسنة. ثم لو أنت لسه شغال في الوظيفة دي ستيل لسه فيها هتكتب لحد دلوقتي. تمام، زي كده بالظبط present. لو أنت سبت الوظيفة فأنت هتكتب الشهر اللي أنت سبت فيه الوظيفة والسنة، زي الشكل اللي تحت ده بالظبط. شوف أنت عندك كام experience واكتبهم. طب لو أنا واحد فريش، لو أنا لسه واحد فريش وما عنديش أي experience أكتب إيه؟ ثانية بس هرجعها زي ما كانت. تمام، لو أنا شخص لسه فريش جراد ولسه ما اشتغلتش أي حاجة، أكيد في student activity اشتركت فيها، هتكتب الدور بتاعك في student activity وتكتب اللي هو student activity ده كان إيه. هتكتب مثلا اشتغلت من شهر كذا سنة كذا بالظبط. تمام. انت بقى ما عندكش، انت لسه فريش جراد وما اشتركتش في اي student activity ولا اي حاجه، هتشيل work experience دي وتستبدلها باي حاجه، مثلا خدت كورسات، اي حاجه training مثلا courses، تبدلها مثلا courses او training مثلا، نزلت training في بنك، اتدربت في شركه، اي حاجه. تمام، دلوقتي انا خليها زي ما هي بس. انا بقول لك ازاي ان انت في اصلا في امكانيه ان انت تعدل على السي في. فبالنسبة للناس اللي هي عندها work experience هتكتب هي كانت شغالة ايه، شركة، تاريخ، 3 أسطر بقى تحتها. ايه هما 3 أسطر اللي تحت الوظيفة؟ 3 أسطر دول هتكتب فيهم 3 مهام انت كنت بتعملهم في الوظيفة، أو 2 مش شرط، بس أهم حاجة ما تكتبش يعني مثلا مهمة واحدة بس، حاول تحط 2 3. تمام، أنا كنت بعمل ايه؟ تمام، أنا مثلا كنت شغالة سيلز في شركة اتصالات. باعمل إيه، باساعد باhelp الcustomers يشوفوا المنتجات المناسبة ليهم، وبasell الproduct اللي عندي، وباhandle العميل. دول 3 مهام وظيفية أنا ممكن أكتبهم تحت الوظيفة بتاعتي، ده مثال عليه. تمام. وكذلك باقي الوظايف، يعني هو ده شخص مثلًا عنده اشتغل 3 شغلانات، كاتب كل شغل بقى كان شغال إيه والمهام الوظيفية. تمام، دي بالنسبة للwork experience. كده خلصنا. ننزل تحت الeducation. الeducation أهم حاجة برضو هتكتب الكلية، انت كنت في كلية ايه. لو انت في كلية تجارة faculty of commerce، وتكتب السكشن سواء انجلش او عربي، وتكتب التخصص بتاعك كان ايه، accounting management، اي حاجة هتكتبها هتذكرها. وهتكتب هنا السنة اللي انت بدأت فيها اللي هي سنة أولى لحد سنة التخرج. تمام، لو انت طالب لا هتكتب ان انت ايه لسه طالب، هتذكر ده. لو انت هتقدم بالCV في تدريب او ايا كان هتكتب هنا بقى التقدير بتاعك اهم حاجة الجراد. فانا هشيل كل ده. انا مثلا محتاجة، انا شخص عادي اتخرجت وما عملتش دراسات عليا ولا اي حاجة، هعمل جراد. هكتب مثلا انا كنت جايبة جيد مثلا اهو، بس هعلم دي شوية كده وهزود شوية حاجات مثلا.
والتخصص بتاعي هكتب بقى المعلومات الزيادة بنفس الطريقة. لو انت واخد دراسات عليا فانت هتذكرها برضو بنفس الطريقة، تكتب البيانات بتاعتها. ننزل تحت شوية. هنا بقى انا بالنسبة لي هغير الحتة دي، خليها اللانجوج سكيل، عشان دي اهم حاجة في السي في. فانا هعدل عليها، فانا شلت كل ده حطيت مكانها language skills، دي اهم حاجة في السي في. همسح كده كل اللي عندي واضيف اللانجوج. تمام. حد بس هنا دبل بونت العريض كده، خليه بي، ده برضو. تمام. طبعا هو بيديك مساحة ان انت لو حابب تحط صفحة تانية بتدوس اد بيج بيفتح لك صفحة جديدة، هتحط فيها السكشن اللي انت محتاجها. انا محتاجة احط سكشن جديد، هعمل ايه؟ انا عشان اسهل على نفسي هاخد من دي كوبي وهعمل هنا كده. تمام اهو. هاخد من دي اللي تحتها برضو كوبي. انا كده عملت سكشن جديد لنفسي يعني. تمام. عملت سكشن اهو. وحتى السطر ده اللي هو بيبقى تحته، السطر ده مثلا عايزة اخد كوبي اهو. شايفين؟ ممكن احط سكشن تاني برضو ونفس الترتيب. انا كده عملت صفحة تانية. انا عن نفسي مش بحب احط صفحات كتير الا لو الموضوع يستدعي فعلا وانا عندي اكسبيرينس كتيرة وعندي بيانات كتيرة هكتبها، فانا هعمل صفحتين. انا ما عنديش ولسه متخرج بقاليش 3 سنين 4 سنين، خلاص بقى انا هحط السكيلز بتاعتي ومش هافور فيها، وهحط الحاجات اللي هي في المعقول، الحاجات الفعلا اللي انا عملتها، وهكتب السي في بتاعي كله في صفحة واحدة. هحاول بقى اضغطه واخليه كله في صفحة واحدة. تمام. الاديوكيشن طبعا لسه انا مخلصتهاش، هعدل عليها. تمام كده انا عدلت على الاديوكيشن. انا شايفه ان هو كاتب حاجات كتير ملهاش لازمه، انا مثلا ما خدتش دراسات عليا، فانا اشيل ده واشيل ده وده، وهكتب بس كده بكالوريا اوف كوميرس واسوان يونيفرسيتي والميجور اكاونتنج الجراد جود، والسنه البدايه والنهايه بتاعتي. السنه بدات 2019 فانا خدت 4 سنين. خلصت مثلا 2023 ماشي. تمام. في هنا فراغ كبير فانا هحاول اضم على بعض اهو. اهم حاجه بقى اظبط الكلام قصاد بعض، بس سيكشن كل سيكشن قصاد التاني اهو. كده تمام. كده بالنسبه لي سي في كويس جدا، مقبول بنسبه 100%، مفيهوش اي مشكله، مرتب. انا ك اتش ار لو انا فتحت انا هفهم كل حاجه في السي في. وبرده في نقطه انا كنت حابه اتكلم عنها، اللي هي الصوره بتاعه السي في. في ناس تقول لك لا، طب انا ليه اختار مثلا سي في زي كده وما احطش فيه صوره ولا احط فيه الوان كتير؟ اولا احنا قلنا السي في اللي بيبقى فيه الوان كتير بيبقى unprofessional وبيبقى شكله مش لطيف. خلي كل ما السي في بتاعك كان سيمبل كل ما يتقبل اكتر، كل ما فرصته كانت ان هو يتقبل اكتر. بالنسبه للصوره، يستحسن ان احنا ما نحطش صوره الا في حاله واحده بس، لو هو طلب في الوظيفه، لو انا مقدم على الوظيفه ولقيت في الاعلان بيقول لي حسن المظهر، لا أول لما أشوف الكلمة دي أو يشترط مثلا حسن المظهر أو يتكلم أي حاجة تدل إن هو محتاج حد يشوف شكله، فأنت هتحط صورة في الحالة دي بس. وبرضو زي ما احنا قلنا قبل كده إن السي في مش حاجة جامدة، يعني احنا مش السي في ده مش هنعمله ونخليه كده زي ما هو بلوك وناخده بقى نبعته لكل الوظائف، سواء مثلا واحد مقدم على سيلز هيقدم بنفس السي في، كاستمر سيرفيس هيقدم مثلا على اي تي بنفس السي في. لا، انت بتشوف الوظيفة اللي انت هتقدم عليها، بتشوف الاعلان بتقراه، بتشوف هو محتاج ايه، وانت بتعدل السي في بتاعك على اساس الوظيفة اللي نازلة. انا شفت وظيفة مثلا نازلة بيقولك عايز سيلز عنده سوفت سكيلز كويسة، في النيجوشيشن كويس،
خبرة مثلًا سنة، فأنت هتدخل تتأكد إن أنت كاتب مثلًا إن أنت قبل كده كنت شغال سنة، تحاول تضبطها، ولو مش كاتب الskills بتاعتك هتكتب في الskills إن أنت good أو expert أو good very good في الnegotiation، تذكر الحتة اللي هي الskills اللي هو طلبها هتحطها له في الCV، تبقى اسمها ال الكلمات المفتاحية أو الحاجات اللي هي بتساعدك إن الCV بتاعك يتلقط في الATS. يعني الATS هو بيقرا يشوف الإعلان محتاج إيه، هو كان عايز حد في الnegotiation good، فبيدخل كده بيقرا الCV بتاعك بيلاقيك إن أنت كاتب إن أنت في negotiations good، فبيلقط بقى الCV بتاعك بياخده وبيتقبل. فبالنسبة للطريقة دي سهلة وتقدر تعملها سواء من التليفون أو من الجهاز بتاعك. التمبلت دي بالنسبة لي كويسة جدًا، هادية ما فيهاش بقى ألوان كتير، ما فيهاش دوشة، الكلام فيها واضح، أهم حاجة بس زي ما قُلنا إن إحنا ما نخلّيش الCV block كده جامد نقدّمه في كل الوظايف، لأ هنفصّل الCV بتاعنا على مقاس الوظيفة اللي إحنا بنقدّم عليها. دي كده الطريقة الأولى. في الطريقة التانية إن شاء الله هانزّلها قريب، وهاشرح فيها بالتفصيل إزاي نكتب كل section هنكتب فيه إيه، وإيه الطريقة اللي إحنا هنكتب بيها، ولو في أي سؤال أو أي حاجة أنتم مش عارفينها اكتبوا لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله هارد على كل الكومنتات الموجودة عندي، ولو حابين حاجة جديدة نشرحها في الCV أو في أي حاجة تانية تخص الوظايف فاقترحوا عليا ده في الكومنتات. كده الفيديو ده خلص وإن شاء الله موفقين وبالتوفيق.